النهاردة هنغوص شوية في مجموعة تسجيلات صوتية العنوان بتاعها خيانات زوجية متكررة. المصادر دي عبارة عن حكايات شخصية جدا، يعني أصحابها هم اللي بيحكوها بنفسهم. بالظبط، وهدفنا هنا إننا نستكشف ونحلل سوا المواقف الصعبة دي والمعضلات اللي بنسمعها، ونحاول نفهم الدوافع والأحداث دي من وجهة نظرهم هم. وطبعا مهم نوضح من الأول، القصص دي بتتعرض لمواضيع حساسة جدا، وممكن تكون صادمة لبعض الناس. أكيد أكيد. يعني فيها تفاصيل عن علاقات غير تقليدية وخيانات ومعضلات أخلاقية، يعني شائقة قوي. تمام، فدورنا هنا هو مجرد العرض والتحليل للي اتقال ده بحيادية تامة، يعني مش بنصدر أحكام ولا بنتبنى أي وجهة نظر. لا خالص. إحنا بس بننقل الكلام زي ما ورد عشان نفهمه سوا. طيب خلينا نبدأ بأول قصة. القصة الأولى دي بتحكيها شابة، يعني وقت الأحداث اللي بتحكيها كان عمرها حوالي 14 سنة. سن صغير جدا. والدتها توفت وعاشت مع زوج أمها ابنه ده كان أكبر منها شوية، حوالي 17 سنة وقتها. تمام. فهي بتحكي إنها مرة بالصدفة يعني شافت ابن زوج أمها في أوضته بيتفرج على محتوى إباحي وبيمارس العادة السرية. مم. وهي بتقول إن الفضول خلاها تراقب الموقف ده، مش مرة واحدة، لأ كذا مرة. النقطة دي لوحدها، فكرة المراقبة المتكررة دي يعني تستدعي وقفة. هي وصفت كمان إنها بدأت تحس بمشاعر معينة كده، فضول يمكن تجاه اللي بتشوفه ده. بالظبط كده. والمفاجأة الأكبر بقى أو نقطة التحول زي ما حكيتها حصلت لما قررت تواجهه وهو في الوضع ده. واجهته؟ إزاي؟ دخلت عليه الأوضة وبتقول إن المواجهة دي يعني بناء على طلبها هي في لحظة وصفتها إنها كانت لحظة ضعف، الموضوع تحول لعلاقة جسدية بينهم. يا ساتر. وهنا بقى الموضوع خد سكة تانية خالص. خالص. يعني حسب كلامها العلاقة الجسدية دي متكررتش مرة وخلاص، لأ، دي اتطورت وبقت زي ما بتقول بتتكرر بشكل يومي تقريباً. يومي؟ وذكرت بصراحة تامة إنها فقدت عذريتها بسبب العلاقة المستمرة دي. وده بقى بيودينا المعضلة اللي هي فيها دلوقتي. وهي بتحكي إن زوج أمها أبو الولد ده عرض عليها عريس. عريس؟ وصفت العريس ده إنه مناسب جداً، ابن واحد صاحبه ما فيهوش أي عيب. وهي بقى واقفة محتارة تماماً، مش عارفة تعمل إيه بخصوص العريس ده، وفي نفس الوقت علاقتها بابن زوج الأم مكملة بشكل يومي. الموقف ده مركب قوي بصراحة. يعني لما نحاول نفهم الدوافع من كلامها، ممكن نفكر في كذا حاجة. زي إيه مثلاً؟ يعني هل ده فضول مراهقة؟ استكشاف لحاجة مجهولة؟ هل الوحدة بعد وفاة الأم لعبت دور؟ يعني إحساس بالفراغ؟ ممكن. أو يمكن غياب التوجيه والإرشاد في سن زي ده، سن حساس قوي، خصوصا مع وجود شاب أكبر في نفس البيت. الظروف نفسها يعني كانت مهيئة لحاجة زي دي تحصل يمكن. وما ننساش كمان النقطة اللي هي ذكرتها، إنها بعد وفاة والدتها هي اللي شالت مسؤولية البيت كله، بقت هي ست البيت زي ما قالت. هل ده أضاف عليها ضغط نفسي زيادة؟ وارد جدا. أو إحساس بالنضج بدري قوي خلاها تتصرف كده؟ أو يمكن خلق بينهم هي وابن زوج الأم ديناميكية مختلفة شوية؟ اللي لافت للنظر قوي هنا هو التضارب اللي هي عايشاه، وده واضح في حكايتها. من ناحية، في علاقة يومية قائمة ومستمرة وفيها جانب جسدي واضح. آه؟ ومن ناحية تانية، فرصة جواز مثالية على حد وصفها هي. الحيرة دي بقى سببها إيه؟ هل هو إحساس بالذنب؟ يمكن. ولا خوف إن سرها يتكشف لو اتجوزت؟ ولا خوف من المستقبل لو فضلت في العلاقة دي؟ ولا هي مجرد حالة توهان كده، يعني في موقف أكبر منها بكتير؟ هي فعلا بتنهي كلامها بطلب مساعدة أو حل، محتاجة حد يقول لها تعمل إيه. بالظبط. طيب ننقل للقصة التانية، دي بتدخلنا في منطقة مختلفة شوية بس برضو معقدة بنفس القدر. بتحكيها واحدة سمت نفسها داليا، عندها 29 سنة، تمام. مطلقة وعايشة مع والدها بعد وفاة والدتها. الظروف بقى بتتغير لما أختها بتتجوز وتسافر، فتيجي عمتها اللي هي أخت الأب تعيش معاهم. العمة دي أرملة وفي سن داليا تقريباً. يعني نفس السن تقريبا ونفس الظروف الاجتماعية إلى حد ما، الوحدة يعني. بالظبط. وهنا بقى العلاقة بين داليا وعمتها بتتطور بسرعة قوي زي ما وصفتها داليا. إزاي؟ بتقول إنها بدأت صداقة قوية بحكم السن والظروف المشتركة دي.
الوحدة بعد الطلاق والترمل، لكن بسرعة الصداقة دي اتحولت لمشاركة تفاصيل شخصية وحميمية جدا عن إيه مثلا؟ عن احتياجاتهم، مشاعرهم العميقة، الفراغ اللي حاسين بيه. والتطور ده حسب كلامها ما وقفش عند الكلام بس؟ لا خالص، داليا بتحكي إن العلاقة دي وصلت لمستوى جسدي بينهم هما الاتنين. بين داليا وعمتها؟ أيوة، وصفته إنهم كانوا عايشين حالة كأنهم متجوزين، وإنهم كانوا مبسوطين بالوضع ده في البداية، بس الأمور ما كانتش هتفضل كده. أكيد لأ. إيه اللي حصل؟ نقطة التحول التانية بتيجي لما داليا بتشوف والدها في وقت متأخر بالليل واقف قدام أوضة عمتها بوضع هي وصفته إنه مريب. فهمت منه إنه عارف باللي بيحصل أو يمكن مهتم بالعمة نفسها. وهنا حصلت مواجهة؟ مواجهة مع الأب بقى المرة دي، والمفاجأة إن الأب حسب كلام داليا اعترف إنه كان عارف طبيعة العلاقة بين بنته وأخته. عارف وساكت؟ لأ، والمدهش أكتر إنه قال إنه مش بيلومهم، وإنه متفهم دوافعهم، يعني دي مطلقة ودي أرملة ومحتاجين لبعض وكده. تفاهم غريب جدا بصراحة. لكن القصة ما وقفتش عند التفهم ده. لا طبعا. إيه اللي حصل تاني؟ الموضوع خد منحنى يعني صادم أكتر. داليا بتقول إنها هي اللي بادرت، وحصل حوار بينها وبين أبوها، حست إنه يمكن مهتم بعمتها أكتر منها، فوجهت له كلام مباشر زي ما بتقول إنها أحلى منها، وإنها هي كمان محتاجة الإحساس ده. الحوار ده انتهى بإن داليا نفسها دخلت في علاقة جسدية مع والدها. مع والدها؟ أيوة، وهنا بنوصل للجزء الأغرب بقى في القصة دي. بعد فترة وحسب كلام داليا، الأب هو اللي اقترح فكرة غريبة. فكرة إيه؟ إن التلاتة، الأب وداليا والعمة، يعيشوا مع بعض في علاقة رضائية تشملهم كلهم. التلاتة سوا؟ وهي اللي فاتح عمتها في الموضوع ده بناء على اقتراح الأب، والعمة وافقت. داليا وصفت الفترة دي حرفياً، قالت كانت أحلى حياة عشناها التلاتة سوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي بنشوفه هنا ده مستويات متصاعدة من تجاوز كل الحدود، يعني كل الخطوط الحمراء المعروفة اجتماعياً وأخلاقياً ودينياً. بالظبط. بدأنا بعلاقة يعني مثلية بين قريبتين، بنت أخ وزوجة أخ متوفي اللي هي العمة، وبعدين علاقة محارم صريحة بين الأب وبنته، ونوصل في الآخر لعلاقة ثلاثية غير مألوفة بالمرة. بتجمع الأب وبنته وأخته في نفس الوقت، وتحت سقف واحد، وباتفاق بينهم كمان. دور الأب هنا فعلا محوري بشكل لافت جدا. هو مش مجرد شاهد سلبي أو حتى متفهم وبس. لا، ده تحول من متفهم ومبرر لمشاركة فعال في علاقة جسدية مع بنته، وفي الآخر بقى هو المهندس أو المنظم للعلاقة الثلاثية دي باقتراحه إنه يضم أخته ليهم بشكل رسمي متفق عليه. وصف داليا لأبوها بإنه مش أب تقليدي وإنه كان مصاحبهم جدا، ده بيوضح الديناميكية الغريبة اللي كانت بينهم دي فعلا. ونقطة النهاية بقى في قصة داليا دي بتثير أسئلة كتير قوي. هي بتحكي عن شعور بالندم بدأ يسيطر عليها. ندم بعد ما وصفتها بأحلى حياة؟ ندم ورغبة قوية في إنهاء الوضع ده كله، لدرجة إنها فكرت تسيب البيت. وفي المقابل بتقول إن الأب والعمة مكملين في علاقاتهم عادي. غريبة دي. ده بيفتح نقاش أعمق بقى عن مفهوم الرضا في علاقات زي دي. هل الرضا اللي كان في الأول ده كان حقيقي فعلا ومستدام؟ وليه التراجع بيبقى صعب قوي عن سكة زي دي بعد ما الواحد يدخلها؟ وهل فعلا الطرفين التانيين لسه مكملين بنفس الرضا ده؟ دي كلها أسئلة بتطرحها نهاية القصة من وجهة نظرها هي. بالظبط. طيب، القصة الثالثة والأخيرة معانا لواحدة سمت نفسها نورة، عندها 25 سنة، متجوزة من 3 سنين وعندها بنت، جوزها مدرس. تمام. إيه مشكلتها؟ مشكلة نورة الأساسية زي ما حكيتها هي عدم الإشباع العاطفي والجسدي في جوازها. بتقول بسبب ضعف زوجها الجنسي، ده حسب كلامها. الموضوع وصل بيها المرحلة بتقول إنها بتلجأ لمشاهدة أفلام إباحية وممارسة العادة السرية عشان تعوض النقص ده. وده وضع صعب أكيد. هي اتكلمت معاه؟ نورة بتقول إنها واجهت جوزها بصراحة تامة بالمشكلة دي، وقالت له إنها تعبت ومش قادرة تكمل، وإنها ممكن توصل للطلاق. هو طلب منها فرصة ووعدها إنه هيلاقي حل. حل لإيه بالظبط؟ الحل ده بقى هو اللي غريب جدا. بعد فترة الزوج رتب زيارة في بيتهم لواحد صاحبه؟ ومعاه واحدة قدمها على إنها مراته، بس نورة اكتشفت بعد كده إنها مش مراته أصلاً. تمام. وبعدين؟
نورا بتحكي إنها من أول لقاء انجذبت جدا لصديق الزوج ده، وصفته بأوصاف شكلية وجسدية معينة لفتت نظرها قوي. وهنا بقى بتيجي التفاصيل اللي يعني غير متوقعة بالمرة. إيه اللي حصل؟ بعد الزيارة دي حصل تواصل بين نورا وصديق الزوج على فيسبوك، هي اللي بدأت تكلمه. هي اللي بدأت. أيوة، وفي وسط كلامهم الصديق ده كشف لنورا عن مفاجأة صادمة جدا، مفاجأة إيه؟ إن الزوج نفسه جوز نورا هو اللي طلب من صاحبه ده إنه يقيم علاقة جسدية مع مراته نورا. إيه؟ الزوج هو اللي طلب كده؟ بالظبط، الزوج اعتبر إن ده هو الحل لمشكلة عدم قدرته إنه يشبعها جنسياً. يا نهار أبيض. والصديق ده عمل إيه؟ الصديق قال لنورا إنه رفض طلب صاحبه ده في الأول، استغرب جدا، لكنه غير رأيه تماماً بعد ما شاف نورا بنفسه في الزيارة دي وأعجب بيها. وهنا بقى الواحد يقف ويسأل، إيه الدافع الحقيقي اللي يخلي زوج يعمل حاجة زي دي؟ سؤال صعب جدا. يعني هل ده يأس كامل من حالته وعدم قدرته يلاقي حلول طبية أو نفسية؟ هل دي محاولة بائسة إنه يحافظ على شكل البيت والأسرة بأي تمن حتى لو بالطريقة الملتوية دي؟ نورا نفسها بتقول إن جوزها قال لها بعدين إن الصديق ده هو اللي بيجيب لها المسكنات أو الراحة اللي هي محتاجاها. يعني في قبول غريب جدا للوضع من ناحية الزوج. قبول عجيب. والأخلاقيات بقى، الموقف ده بيدخلنا في منطقة رمادية معقدة جدا. الزوج هو اللي بيعرض، الصديق بيتردد وبعدين يوافق عشان عجبته الزوجة. والزوجة نورة بتلاقي الإشباع اللي كانت بتدور عليه، بس في إطار علاقة غير شرعية وغير أخلاقية بالمرة، وبترتيب وموافقة من الزوج نفسه. هي نفسها وصفت الصراع اللي جواها. بالظبط، الصراع ده واضح قوي في كلامها. من ناحية هي بتحكي عن سعادة وإشباع بتحس بيه لأول مرة في حياتها الزوجية. لدرجة إنها قالت أول مرة أحس إني بعيش قصتي بجد. أيوة. ومن ناحية تانية هي مش قادرة تتجاهل الإحساس بالذنب، أو على الأقل الحيرة واللخبطة من الوضع كله. بتقول أوقات بحس إن اللي بعمله ده غلط وما ينفعش يحصل. والتفاصيل اللي حكيتها عن الترتيبات بقى، زي إن الصديق ده بقى بيجي البيت كل 10 أيام تقريباً بميعاد شبه ثابت، يا ساتر. وإن الزوج بيسيب لهم البيت في الوقت ده، بيتحجج بأي حاجة، نازل يشتري حاجة، أي كلام. ده بيوضح قد إيه الوضع ده بقى منظم ومتفق عليه بينهم التلاتة بشكل ما، سواء ضمني أو صريح. وده بيوصلنا للسؤال الأخير اللي هي بتطرحه في نهاية حكايتها، إيه المستقبل؟ هي محتارة تعمل إيه؟ بالظبط. هي بتقول إنها وصلت لمرحلة إدمان للصديق ده، مش قادرة تستغنى عنه، وفي نفس الوقت ما بقتش بتفكر في الطلاق من جوزها بسبب الراحة المؤقتة دي اللي بتلاقيها. يعني هي في حيرة برضو. لكنها بتفكر تطلب الطلاق وتطلب من الصديق ده إنه يتجوزها، بس في نفس الوقت خايفة جدا من رد فعله. خايفة يرفض؟ خايفة يرفض أو يعتبرها مجرد علاقة مؤقتة وخلاص. هي بتختم كلامها بطلب نصيحة، تايهة ومش عارفة تاخد أي قرار. القصص التلاتة دي يعني رغم إن تفاصيلها وظروفها مختلفة، بس لما نحطها جنب بعض كده بتبدأ تبان خيوط مشتركة بتخلي الواحد يفكر. فعلا، يمكن أول خيط واضح قوي هو فكرة البحث اليائس عن شكل من أشكال الإشباع، سواء بقى إشباع عاطفي أو جسدي. اللي أصحاب القصص دي كانوا حاسين إنه نقصهم في حياتهم أو علاقاتهم الطبيعية المقبولة اجتماعياً. بالظبط. كل قصة بتبدأ من نقطة حرمان أو فراغ أو عدم رضا عميق كده. ده واضح فعلاً. في الأولى الفضول والوحدة في سن المراهقة، في التانية الوحدة بعد الطلاق والترمل والحاجة للونس، وفي التالتة عدم الإشباع الصريح جوه الجواز. والنقطة التانية اللي بتتكرر بقوة هي فكرة انهيار أو طمس الحدود المتعارف عليها جوه دايرة العلاقات القريبة قوي، وخصوصاً الأسرة. تمام. بنشوف تخطي لحدود الأخوة غير الأشقاء، وتخطي لحدود الأبوة والبنوة والأخوة، وتخطي لحدود الزواج والصداقة بشكل صادم ومتصاعد كمان. في بعض القصص الخطوط الحمراء بتتمحي خالص. والحلول اللي بيوصلوا لها بتكون فردية قوي، يعني وخارجة عن أي شكل مألوف. تماماً. الحلول دي بتبان كأنها حلول مبتكرة لمشاكلهم من وجهة نظرهم هم في لحظة معينة، لكنها غالباً بتقع في منطقة محرمة دينياً ومرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً. الأخطر إن الحلول دي اللي بتبان كأنها بتعالج مشكلة الحرمان الظاهرية، هي في الواقع بتخلق شبكة جديدة من التعقيدات والمشاكل النفسية والاجتماعية أعمق بكتير، وبتدخل أصحابها في دوامات أصعب بكتير من اللي كانوا فيها.
وعنصر السرية والكشف كمان ده لعب دور مهم في تحريك الأحداث في كل قصة. يا إما سر بيكتشف يقلب الدنيا، يا إما اتفاق سري هو اللي بيشكل طبيعة العلاقة. وأخيراً، اللافت للنظر إن كل القصص دي بتنتهي بنقطة حيرة أو سؤال مفتوح. صح. أصحابها رغم كل الخطوات الجريئة أو الصادمة اللي خدوها بيوصلوا لطريق مسدود مش عارفين ياخدوا فيه قرار، وبيطلبوا رأي أو نصيحة أو تقييم خارجي لوضعهم. كأن الحل الفردي ده اللي خارج عن المألوف مديهم السلام أو اليقين اللي كانوا بيدوروا عليه. بالظبط. يمكن الفكرة المحورية اللي بتربط القصص دي هي محاولة إيجاد حلول فردية متطرفة لمشاكل تبدو مستعصية، لكن الحلول دي بتيجي بتكلفة باهظة جدا على مستوى العلاقات والقيم الشخصية. طيب بعد ما استعرضنا القصص دي بتفاصيلها المعقدة دي وأحياناً المؤلمة جداً، إيه اللي ممكن نستخلصه من كل ده؟ مم. هي بالتأكيد بتكشف عن جوانب إنسانية شديدة التعقيد، فيها دوافع ورغبات ومخاوف وصراعات داخلية قوية جداً، وإحنا حاولنا نفهم ده كله من وجهة نظر أصحاب الشهادات نفسهم، يعني من غير ما نصدر أحكام. وهو ده المهم. ويبقى السؤال الأهم بقى اللي نفكر فيه بعد ما نسمع كل ده، لغاية فين ممكن الحلول الفردية دي اللي هي خارجة تماما عن الأعراف والقيم إنها تعالج فعلا إحساس عميق بالفراغ أو الحرمان أو عدم الرضا، وهل هي بتعالج أصلاً؟ ولا هي مجرد مسكنات مؤقتة بتخلق مشاكل أكبر وأكتر تعقيد على المدى الطويل؟ وإيه هي التبعات النفسية والاجتماعية الحقيقية والدائمة لتجاوز الخطوط الحمراء الصارخة دي على كل الأطراف المعنية، حتى لو الأمور بتبان متفق عليها في الظاهر؟ سؤال فعلاً يستحق وقفة وتفكير أعمق بعد ما نخلص هنا.